في خطأ او في مشكله كبيره جدا بتقابلنا ان بيجي لنا بعض الشركات بيبقوا مسجلين علامه تجاريه زي شركه بتعبي شاي او بتعبي زيت وسكر، بيبقى مسجل علامه تجاريه على الفئه الخاصه بخدمات التعبئه والتغليف اللي هي الفئه رقم 39 وبيجيب لنا شهاده التسجيل. الفرق او المشكله اللي بتحصل هنا مشكله متعلقه بالحمايه المترتبه على التسجيل. الحمايه المترتبه على تسجيل اي علامه وفقا للقانون بتكون مرتبطه بالنشاط اللي انا مسجل عليه علامه، فاذا كنت انا مسجل علامه على نشاط خدمات تعبئه وتغليف الحمايه المترتبه عليها قانونا ان انا عندي علامه مسجله على نشاط تعبئه وتغليف وليس منتج. فلما باجي اقاضي حد او ادعي بملكيتي لهذا التسجيل، التسجيل بتاعي بيكون وفقا للقانون نافذ فقط كخدمه تعبئه وتغليف، وصعب ساعتها ان انا اخد حكم قضائي او بيكون مش اكيد ان انا اخد حكم قضائي ضد حد بيقلدني كمنتج، لان ممكن كمان الشخص اللي بيقلدني كمنتج ده يحصل مشكله كبيره جدا ان هو بيروح يسجل العلامه دي على الفئه الاصليه اللي فيها المنتج، لان طبعا انا ما سجلتش على الفئه الاصليه، انا سجلت على فئه الخدمات، يبقى تسجيلي ساعتها كمان قائم وقانوني. عشان كده بنقول للناس ان اللي عايز يسجل علامه تجاريه وعنده علامه تجاريه شايف ان هو عايز يحميها، ارجوك روح لمكتب علامات تجاريه متخصص عشان يقدر يدلك على الطريق الصحيح او الشكل القانوني الصحيح اللي من خلاله تحصل على علامه تجاريه مسجله بشكل قانوني سليم. لان مش كل حد بيسجل علامه تجاريه ومعاه شهاده تسجيل يبقى خد حمايه عليها.